تعالوا بقى اوريكم ملكة العزومات. يا جماعة اقسم بالله هي دي ملكة العزومات فعلا. شايفين؟ هو انا مش بشكر في نفسي، بس حرفيا مفيش حد دقها مني الا لما بيشكر فيها. ده طبعا ده صوت ابني بيعيط، ده الطبيعي من بنك مصر. بس جربوها بطريقتي مش هتندموا. آه. واللي دقوها مني يكتبوا لي في الكومنتات، ما تستخسروش فيها الكومنت والشير. يلا شوفوا الفيديو بيقول ايه. هنا بقى انا جبت حله وهنزل بقى في شويه صغيرين من الزيت لو اللحمه بتاعتك مش فيها نسبه من الدهون. انا حطيت هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وكمان هنزل عليها ببصلتين كده، بصلتين كبار فرماهم فرم ناعم، مش عايزاها تبان قوي في اللحمه. بالظبط كده. طبعا ما تهديش النار عشان انا مش عايزه اللحمه تنزل ميتها. هحط هنا نص معلقه من الفلفل الاسود، وكمان ربع معلقه من البابريكا المدخنه، وشويه من الكمون. وهحط مكعب من مرق الدجاج اللي هي بطعم اللحم البقر دي، مكعب واحد. مش حابه تستخدميه ما تستخدموش، بس انا بحب استعمله في المكرونه بشاميل او في الاكل عموما يعني. والبابريكا المدخنه دي اللي مش عارف طعمها، انا ما كنتش عارف طعمها برضو، بس طعمها عامله زي صوص الباربيكيو بس مجففه. جبت هنا حله برضو يا دوبك الميه غلت، هنزل فيها بالمكرونه حسب المقدار اللي انت هتستعمليه، واحط فيها شويه ملح وشويه زيت عشان المكرونه ما تعجنش في بعضها. ويا دوبك بتغلي معايا يا دوبك غلوتين اتنين، وبطفي عليها عشان المكرونه بتاعه البشاميل ما بتسلقش جامد، يا دوبك غلوتين اتنين وبنطفي عليها. هنا جبت حله بقى عشان اعمل البشاميل، حطيت 3 معالق من الزبده ومعلقه من الزيت. ايوه 3 معالق من الزبده ومعلقه من الزيت، وما تستكتروهاش لان دي زبده مش سمنه مش سياحه، دي زبده بقري من اللي هي بتتباع عند الفلاحين عادي. وحطيت عليها معلقه من الزيت، وهنزل ب3 معالق من الدقيق. ده المقدار المظبوط بتاع الطاجن اللي انا هوريه لكم دلوقتي، طاجن بايركس. ده المقدار المظبوط وبيطلع كريمي ومش معاه ومش تقيل ومش خفيف. هنزل هنا بلتر من اللبن، بنزل بيه تدريجي مش بنزل بيه كله مره واحده. وطبعا اللبن يكون سخن او بارد، يعني المهم ان انت ايدك تبقى موجوده في البشاميل على طول علشان ما يكلكعش معاكي. وانا هنزل بمعلقتين من اللبن البودر، بيخليها غنيه اكتر ولذيذه جدا جدا جدا. احط هنا ربع معلقه من الفلفل الاسود وربع معلقه من الكمون، وكمان برضو مكعب من مرقه الدجاج اللي هي بطعم لحم البقر، او مكعب من مرقه الدجاج العاديه يعني، بس بتديها تيست وطعم جميل جدا جدا جدا. وكمان هنزل بقى بشويه هنا من الجبنه الموتزاريلا، او ما عندكيش جبنه موتزاريلا ممكن تحطي جبنه كريمي، ما عندكيش دي ممكن تحطي معلقتين قشطه، مش متوفر عندك كل الكلام ده ما تحطيش حاجه، ولا حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك، ومش هنعقد الامور على بعض. هنقعد نقلب لحد ما الجبنه الموتزاريلا تسيح معانا وتوصل معايا البشاميل للقوام ده. هندي مسحه للمعلقه كده، هتلاقي البشاميل اللي ما بينزلش كده، انتي وصلتي للقوام المطلوب. هنا المكرونه كنت سلقتها وصفيتها، هنزل بقى هنا في بوله، وهنزل بشويه من البشاميل. ايوه احنا مش هنستعمل الكبش، احنا هنشيل الحله نقلب بيها كده على طول. طبعا المقدار ده لو انت عايزه تكتري او هتعملي كميه اكبر، بصي اتعاملي بالبركه، يعني مش لازم تمشي بمقدار معين. الاكل لما بيتعمل بالبركه كده بيبقى طعمه احلى بكتير يعني. وهينظبط معاكي لو انت مش اول مره تعمليها. هتظبط معاك لو اول مره امشي بالمقادير هتظبط معاك ان شاء الله. انا جبت هنا الطاجن معايا، فانا علشان حاطه زبده وحاطه زيت والبشاميل بتاعي الدهون بتاعته مظبوطه، وكمان ده بايركس مش هيلزق فيه، فما حطيتش ماده دهنيه تحت. بس انت لو هتستعملي مثلا صينيه الومنيوم لازم تحطي شويه من السمنه او الزيت في قاع الصينيه علشان ما تلزقش معاكي. انا حطيت هنا نص كميه المكرونه وشويه بشاميل في القاع، وكمان بسقسقها كده عشان انا بحب البشاميل بتاعها يبقى كتير، تبقى كده بتلظ من كل حته كده. وهنزل برضو هنا باللحمه المفرومه، حطي كده وما تستخسريش في نفسك. يلا يا شيخ ان شاء الله عند ما حد حوش، هو كده كده ما عادش حد هيحوش خلصت خلاص، كل سنه وانتم طيبين. هنحط بقى كده اللحمه. ايوه هو النص كيلو يا دوبك على الطاجن ده، يا دوبك فضل منه معلقتين، كلتهم طبعا ب... بلقمتين من العيش البلدي. لازم كده، لازم ناخد لنا معلقتين كده ايه بالعيش البلدي تفاصيل يا جماعه. حطيت هنا نص المكرونه اللي فاضله، وهنزل بقى هنا ايه بالبشاميل. اديها بشاميل بقى، اديها بشاميل ما ترحمهاش. ايوه. وهنرج كده الطاجن معايا بحيث ان البشاميل يتغلغل كده في قلب المكرونه. يا سيدي ايه الكلام اللي انا بقول كلام كبير قوي يا جماعه، يتغلغل ويتجانس. لا لا لا. شايفين هنا الطبقات؟
بس كده. بعد كده هجيب جبنه موتزاريلا واديها جبنه موتزاريلا، بتبقى طعمها جميل جدا وبتديها لون حلو. في ناس بيحبوا يروحوا ضاربين بيضه مع شويه بشاميل ويحطوها على الوش، بس في ناس ما بتحبش، بيبقوا معتقدين ان هيبقى في ريحه زفاره، بس ما بيبقاش في ريحه زفاره. بس انا مؤخرا بقيت بعمل بحط الجبنه الموتزاريلا، بس لو مش متوفر عندي جبنه موتزاريلا بروح ضربه بيضه مع شويه بشاميل واحطها على الوش، بتديها لون تحفه. بس وبكون مسخنه بقى الفرن وبحطها في الرف اللي تحت خالص خالص على درجه حراره 150 ولا 180 لحد ما لونها بيبدا. تعالوا بقى اوريكم ملكه العزومات. ملكه العزومات، ملكه اي اكل، هي ملكه قلبي اصلا. شايفين؟ هو كمان الموبايل ظالم لونها والله. جميله جدا جدا جدا، ويا ريت كل اللي دقوها مني. مش غرور يا جماعه والله، بس ما فيش حد كلها من ايدي الا لما بيدمنها، بيطلبوها مني كده بالطلب، اعمل لنا مكرونه بشاميل. واهم حاجه في الليله كلها، بص انا عايزه اوريكم بس المطه بتاعت الجبنه. شايفين انا كمان مش واخده قوي، وكمان لسه هي ما ساحتش، قصدي لسه ما بردتش شويه، فسخنه قوي قوي قوي. امم جامده جامده جامده. نوع الجبنه اللي بستعمله اسمه موتزاريلا فريش. هو مش اعلان، بس هو فعلا الجبنه بتاعتهم فظيعه فظيعه فظيعه. هسيبها تهدى شويه عشان اغرفها وادوقها معاكم. وطبعا انا مش بشكر في حاجتي، بس والله العظيم يا جماعه جامده، ومش بعمل فيها اي اختراعات. هنا بقى كانت هديت شويه وهبدا ان انا اقطعها. الصراحه يا جماعه انا ما بحبش اكل المكرونه بشاميل اللي تبقى هاديه، بحبها تبقى طالعه من الفرن كده تدخل على بقي على طول سخنه وملهلبه عشان نعذب نفسنا. وانا الصراحه مش من عشاق المكرونه بشاميل اللي بتتقطع بالخرطه دي، والناس اللي بتحب الشكل والشياكه والكلام ده. عفوا. بحبها كده تبقى سايحه في بعضها كده. شايفين الجبنه ومطه الجبنه وجمال الجبنه يا سيدي؟ احنا بقى مش بتوع المكرونه بشاميل اللي هي بخرطه دي، لا احنا بنحبها اللي هي كده، اللي هي بتبقى بتبظ وتلظ وتطز دي. واخده بالك انت يا نرمين؟ عشان انت اللي علقتي لي على ايه تعبيراتي. انا بحب التعبيرات دي، خليكي فرفوشه يا جماعه. اقسم بالله انا بعمل عظمه، مزيكا، اقسم بالله مزيكا. نفس الطريقه تحطي فيها جمبري بدل اللحمه، نفس الطريقه تحطي فيها فراخ اللي هي بتبقى النجريسكو بس بالزوادي مشروم، بدون اي افتكاسات وبدون اي اضافات خزعبليه. جربيها مش هتندمي. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو. اشوف وشكم على خير ان شاء الله.